النهارده النادي الاهلي ادهشنا جميعا، وخاصه جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي نفسه اندهش، مش من اداء الاهلي ولكن لم يكن اي حد يتوقع هذه النتيجه. ما تقوليش ان اللي حصل النهارده عادي، هو شيء غير عادي، هو سحر، هو عمل، هو اي حاجه، انما ما تقوليش ان دي كوره. النادي الاهلي كان بيلعب لعب سيء جدا. انت عايز تقول لي انه الاهلي يستحق ان يفوز اليوم؟ بس انا جوايا والله انا كنت بتفرج على الماتش جوه، واقف خلاص، الماتش خلص، الدنيا انتهت، وهقول الف مبروك والعداله تحققت في الاستاد، وفجاه كالعاده شربناها ساده. معقوله يا جماعه الكلام ده؟ قول لي في نادي في العالم بيجرى له كده؟ نعرف ريال مدريد، نعرف برشلونه، نعرف ليفربول. قول لي في برنامج في العالم، في نادي في العالم بيجرى له الكلام ده؟ معقوله يا عالم في حاجه كده؟ فين العدل؟ فين المساواه؟ فين الكوره؟ فين الرياضه؟ ايه اللي بيجرى ده؟ ايه اللي بيجرى؟ ما تحسبوا الوقت وتشوفوا الوقت اللي كان بيتلعب فوق الدقيقه 95. خلاص، هو حد يقدر يفتح بقه؟ مصر كلها قالت جون فبقى جون. ايه يا جماعه ده؟ حاجه تنقط، حاجه تشل، حاجه تتعب، حاجه تزهق، حاجه تخليك ما تتفرجش على كرة تاني. كلنا والله العظيم قاعدين نبعت لبعض مسجات، اقول له يا عمي، واحد صاحبي يعني، تقول لا خلاص، قال لي لا لا لا، وبعدين بعتنا لبعض كلام بعد ما دي، يعني هي كلمه من 3 حروف كلنا بعتناها لبعض، كلنا بعتناها لبعض، ما اقدرش اقولها على الهوا. هي كلمه من 3 حروف، مصر كلها قالتها، اهلاوي وزملكاوي، 3 حروف عاليه. وفي ناس عملت حاجات تانية، انما هو في كده؟ بحق الآلهة هو في كده؟ بحق هبل هو في كده؟ في نادي بيعمل الكلام ده؟ ولا بيلعب ولا اي حاجه، وطلع كل اللعيبه ونزل كل اللعيبه، واللي ما كانش بيلعب بقاله سنين نزله، وعمل كل حاجه. كان بيلعب لعب محترم، تعبوا وبيقاسوا، انما هي مطلوبه خلاص. عارف بعد الماتش ده انت تعمل ايه؟ انت بعد كده ما تفكرش، يعني انت عايز ايه؟ ما هو نادي عنده الحظ ده، عنده مش اراده ولا مهاره ولا عظمه. والله العظيم اسال الاهلاويه النهارده اللي كانوا في الاستاد، يقولوا لك كل الكور ما بتترفعش، ما بتروحش، كله في الهوا، كله مقطوع. قول لي اللي حصل ده حصل ليه النهارده؟ غير انه الاهلي لازم ياخد الدوري. انا خلاص بجد، ما تقوليش ان اللي حصل النهارده عادي، هو شيء غير عادي، هو سحر، هو عمل، هو اي حاجه، انما ما تقوليش ان دي كوره. ما تقوليش انه اصل الاهلي لما غير طريقته ولعب 4-3-2-1، لما الشناوي لما قفشه اصله، ولا اي حاجه من دي خالص. مفيش اي تفسير منطقي للي حصل النهارده خالص خالص، غير ان هو كده، هو ده الاهلي، وهي دي حياتكم، وهي دي بلدكم، وخلاص بقى مش عايزين دوشه. متشكرين يا عم، خلاص فهمنا الرساله الواضحه ان الاهلي لازم ياخد الدوري. وانا لما قلت الكلام ده من كام يوم قالوا لي بقى المبالغه واوفر قوي، قلت لهم لا لا، في شيء غير طبيعي بجد بجد، لا يستحق ان ياخذ دوري. هذا فريق لا يستحق ان ياخذ دوري، انما هذا فريق يستحق ان الدوري يروح. نتكلم بصراحه ونتكلم بامانه، بصراحه وبامانه، يعني ان الاهلي عامل شغل حلو. انا عارف ان انا هتهاجم، وعارف ان في ناس كتير مش عاجبها الاداء، وعارف ان في ناس كتير شايفه لا ان احنا اقوى من كده واحسن من كده.
تعالى يا صاحبي بص على اخر كام ماتش للنادي الاهلي، سيبك من ماتش السوبر، ومع ان ماتش السوبر ما كانش احسن حاجه برضو خلي بالك، بس يعني الزمالك عشان كان واقع يعني. تعالى بص على اخر كام ماتش للنادي الاهلي وانت تعرف كلامي ده. النادي الاهلي عامل ماتش كويس على المستوى الهجومي والمستوى الدفاعي. شبيبة الكبال ماشي هي الفرقه الضعيفه اللي نستهون بيها، ماشيه الزمالك فاهم. شبيبة الكبال فرقة قوية، مش فرقة ضعيفة، مش الزمالك فاهم. مش الزمالك اللي هنرقعها 2 3 وتمام والدنيا تمشي. النادي الاهلي متواجد في ال 18 شبيبة الكبال بشكل كويس جدا، انتشار كويس جدا، ولكن ينقصنا شيء واحد بس علشان نترجم الفرص اللي بتجيلنا دي باهداف. ينقصنا مهاجم. احنا في احتياج لمهاجم بس. احنا في احتياج، بتكلم على المستوى الهجومي. ركنيه هي على النادي الاهلي ربنا يسترها. شبيبه الكبال مش الفريق اللي هو جاي ياخد على دماغه ويمشي ويروح. حط تحت دي مليون خط، لان هي دي فيها كل الزتونه اصلا. شبيبه الكبال مش الفرقه اللي جايه تاخد على عينيها وتروح. شبيبه الكبال جايه تكسبك على ارضك. اهو شفت على المستوى الهجومي. خلينا ناخدها واحده واحده. على المستوى الهجومي النادي الاهلي عامل شغل كويس. النادي الاهلي انا شايف تحرك بدون كرة كويس جدا، انا شايف سرعه في الاداء كويسه ومناسبه للماتش، انا شايف هجمات وتنوع في الهجمات من على الجنب اليمين وعلى الجنب الشمال كويس جدا. انا كل ده انا شايفه، انت مش شايفه وانا ما اعرفش انا ايه قصتك يعني. كل ده انا شايفه. طب امال يا احمد ما بنسجلش ليه؟ احنا ما بنسجلش عشان احنا ما عندناش مهاجم. ما عندناش مهاجم. احنا ما بنسجلش عشان وسام ابو علي مشي. اه هو الوحيد اللي كان عندنا بيخلص. احنا جبنا هدف على فكره واتلغى بداع التسلل، وهو تسلل صحيح يعني منزل الفيديو ده وهو الماتش شغال منزله. انا كنت داخل انت فاهم، انا في وهي بتتلعب ما كنتش شايفها تسلل خالص، ما كنتش شايفها تسلل، كنت داخل هخرب الدنيا. لقيتها فعلا تسلل. اتكبست، انا كبست نفسي فاهم. فاتحسبناها هدف، اتلغى لنا هدف وهو فعلا تسلل تمام. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بنهاجم بشكل كويس، معناه ان احنا بنروح كتير، ولكن عايزين مهاجم يخلص تمام. تريزيجيه ما بيخلصش، زيزو للاسف ما جاتلوش الفرصه ان هو يخلص. محمد شريف انا مش شايفه. محمد شريف انا مش واخد بالي منه، انا مش شايفه في الملعب، واخد لي بالك انت مش شايفه في الملعب. ف تقول لي محمد شريف مهاجم، تقول لي عندها تريزيجيه، تقول لي عندها بن شرقي برضه الى الان انا مش واخد بالي منه تمام. زيزو يرفع عرضيه، نشوف العرضيه دي ونكمل بس كلامنا عشان عندي كلام برضه في الدفاع. نشوف العرضيه دي الركنيه. يلا يا عم زيزو. مرفوع حلو بس مفيش حد يخلص، مفيش حد يفنش. انت ما عندكش حد بيفنش، ما عندكش حد بيفنش برجله كويس، ما عندكش حد بيفنش براسه كويس، ما عندكش حد بيتحرك جوه ال 18 وبيضايق دفاع الخصم اساسا فاهم. انت ما عندكش الحته دي تمام. تيجي بقى على نص الملعب تعمل كده تعظيم سلام كده لعمنا ديانج، لانه بصراحه الراجل ده لما يمشي يا جدعان احنا هنخسره. اللاعب ده في اوقات بتيجي على ديانج انا نفسي بسبله انت فاهم. في اوقات بتيجي على ديانج واللي هو مش شايف، تحسه كده هو مش شايف قدامه، هو حرفيا ما بيكونش شايف. ولكن النهارده او باقي له كام ماتش بصراحه ديانج من افضل اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي. جناحاتنا تحس انها ناقصها حاجه، في حاجه غلط فاهم يعني. بنوصل وبنعمل كل حاجه في الكوره، ولكن التاتش الاخير، اللمسه الاخيره فنص الملعب تعمل تعظيم سلام اللي عاملها ديانج تمام. مروان الجندي المجهول يعني. ترجع بقى لخط الدفاع ياسر ابراهيم يا جماعه، مع كم الهجوم اللي هو بيتعرض له والله العظيم ثلاثة. الراجل ده او اللاعب ده راجل بجد، راجل بجد. ودايما بتلاقيه في الاوقات انت فاهم اللي هو انت خايف منه، دايما بتلاقيه واقف. يعني هو ليه غلطات تخليك ما تشوفش قدامك، ولكن لا مؤثر وليه تأثير كبير جدا في خط دفاعك. بص بقى زيزو بيعمل ايه زيزو يلعب كده بس راجل يا زيزو يعني. انت بتعك بس انت راجل تمام. مرعي جاي خط دفاعنا النهارده منظم بشكل كويس. مش هنقول احسن حاجه ومش احسن حاجه، ولكن منظم بشكل كويس. يكفي ان مفيش هجمه بتكمل علينا يعني. هجمه كملت انا مش هتكلم 100 100. شفت
شفت ياسر ابراهيم 100 100 100 100 تمركز كويس، صاحي واعي شايف، قاري الدنيا، مظبط كل حاجه مع مرعي، بيتواصل مع زمايله طول الوقت. تمام. النهارده ياسر ابراهيم عامل ماتش حلو قوي، عاجبني جدا النهارده. يعني انا كده قلت لك مين؟ ياسر، ديانج في خط الهجوم، تريزيجيه عامل دوشه قدام عجباني حلوه. في ناس شايفاها ان هي نكش فراخ، ولكن عجباني الدوشه اللي هو عاملها دي، رابكه دفاع الخصم. ولكن نرجع تاني ونقول عايزين مهاجم يخلص. ما عندكش مهاجم بيخلص، ينقصنا مهاجم يا جماعه. فروت يقول انا موجود فين، هات الكرة هجيب جون. 100 100 تمام. هجماتهم لا تذكر، هجماتهم بيروحوا وبيبختوك، وناس بتلعب كوره وجايه تكسبك، بقولك مش جايه تاخد على قفاها وتمشي. ولكن هجماتهم ما بتكملش، هجماتهم دايما خط دفاع النادي الاهلي مبوظها كلها. حلو بقى المرتده دي بقى لو كملت صح. لا بطيء يا هاني، بطيء يا هاني، بطيء يا هاني، اخرت فيها قوي يا هاني، اخرت فيها قوي يا هاني. راحت خلاص، راحت 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 راحت. هجمه صح بقى، هجمه صح بقى، هجمه صح بقى. يلا بقى، اقطع يلا، اقطع يلا، اقطع يلا تريزيجيه. يلا يا جدعان ما يلا بقى. حلو حلو حلو. يلا جميل. يلا يلا هاني يلا. حلو يلا، بس مزنوق قوي يلا. حلو يلا، ارفع يلا، ارفع يلا، ارفع يلا. ايه ده يلا، ايه ده يلا، ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ ايه العك ده يا عم؟ ايه يا بن شرق العك اللي انت بتعمله ده؟ ايه العك ده؟ كانت هجمه حلوه قوي، كانت هجمه جميله قوي. ضربه ركنيه، ضربه ركنيه. ارفع زيزو، ارفع ارفع ارفع. الله، جول! الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. تريزيجيه، تريزيجيه، قلت لكم عايزين واحد يخلص وهو خلص. تريزيجيه. الله يا تريزيجيه، الله يا زيزو، والله يا تريزيجيه. جون جامد جدا. الهدف الاول يا جماعه للنادي الاهلي.